نحن نجتمع اليوم هنا، اليوم الذي يعبر عن كسر وتحطيم أغلال العبودية، يعبر عن إشراقة شمس الحرية. إنه يوم ميلاد القائد آبو. القائد آبو بفكره وفلسفته الذي أنار لنا الطريق، والذي أيضا حول الأقوال إلى الأفعال، وقاد ثورة بنضال وإرادة حرة. هذه الثورة بدأت مسيرتها بجملة: كردستان محتلة ويجب تحريرها. نعم، وأكمل مسيرته القائد حتى الآن، وحتى هو في سجن إمرالي أكمل هذه المسيرة. بداية تشكلت الثورة بتأسيس حزب العمال الكردستاني. هذا الحزب الذي أكد فيه القائد بأنه ليست حركة ذكورية فقط، بل هي حركة نسائية، حركة مجتمعية، يكون كافة الشعوب الذين يتأملون بالديمقراطية دورا أساسي فيها. في البداية نبارك ميلاد القائد الخامس والسبعون لأولاد الشهداء وجميع أمهات الشهداء. نحن في كل عام نحتفل في هذا اليوم ونباركه، لأن بمثل هذا التاريخ الرابع من النيسان ولد القائد آبو، قائد الإنسانية ورفيق المرأة، هو الذي فقد ميلاد للقائد بل ميلاد جميع الشعوب الحرة، لأننا رأينا بميلاد القائد ميلادنا وطريق وصولنا للحرية